هل فعلا تم اعتقال محمد أبو تريكة في قطر ولا لأ؟ تعال أقول لك إيه اللي حصل. انتشرت أخبار من القاهرة 24 وعلى السوشيال ميديا عامة إن محمد أبو تريكة تم اعتقاله في قطر، ومش هو لوحده، كمان ده ابن الشيخ أبو إسحاق الحويني اللي مات الله يرحمه. وانتشر الاخبار ديت ليه، او هم اتقبض عليهم واعتقلوا ليه؟ عشان كانوا بيعلقوا على المناورات اللي بتعملها قطر مع اللي ما يتسموش. ولكن طبعا الخبر ده كان خبر كذب، ابو تريكة ما اعتقلش ولا حاجة، ولا حتى ابن الشيخ ابو اسحاق الحويني. ولكن الخبر اللي مش كذب واللي شبه مؤكد ان فعلا قطر بتعمل مناورات مع اللي ما يتسموش في اليونان. وحاجة غريبة جدا، لو الخبر ده فعلا هو صحيح 100%، تبقى كارثة واحنا عايشين في مصيبة سودة لما دولة عربية بتعمل مناورات مع اللي ما يتسموش، بدل ما نحط ايدينا في ايدين بعض ونساعد اخواتنا. هتبقى طبعا مصيبة سودة. قولوا لي في كومنتات، لو قطر بتعمل مناورات فعلا مع اللي ما يتسموش نقول عليهم ايه؟